السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلم الرمان في المنام. الرمان في المنام للعزباء بيدل على التوفيق فيما تسعى إليه من عمل أو زواج، ورؤية أكل الرمان الحلو في الحلم للعزباء بترمز إلى جني ثمار العلم أو العمل، وقد تدل على الزواج من رجل ميسور وصاحب دين. أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها تأكل الرمان الحامض في المنام فذلك بيدل على المشقة والتعب، لكنه نهايته هيكون خير بإذن الله. تفسير عصير الرمان في المنام للعزباء بيدل على التيسير في جميع أمورها بشرط أن يكون حلو لذيذ. وعصر الرمان في حلم العزباء بيشير إلى تحصيل أقصى نفع تسعى إليه. من رأت بإيديها رمانة في الحلم وهي غير متزوجة بيدل على قرب زواجها. كذلك من رأت أمها أو أبيها يعطون لها الرمان أو يعطوا الرمان لشخص آخر في الرؤية فهو بيدل على قرب الزواج. رؤية فرط الرمان في الحلم للعزباء بشارة خير بالتوفيق والرفاء. إن رأت الفتاة العزباء إنها تفرط رمانة في المنام فهي تستعد لدخول مرحلة جديدة في حياتها في الكثير من المفاجآت السارة. أما رؤية تأشير الرمان بسكين في المنام بيرمز لقسوة الرائية على إحدى صديقاتها أو إخواتها. فرط الرمان وأكله في الحلم للبنت العزباء بيدل على مال أو هدية ثمينة أو علم نافع تناله. من رأت إنها تفرط الرمان في الرؤية وترميه دون أكله فهي تضيع على نفسها فرص ثمينة. رؤية الرمان في منام المتزوجة. رؤية أكل الرمان في منام المتزوجة بتدل على التقوى والدين. شجرة الرمان في حلم المتزوجة بترمز للزوج الصالح النافع لأهله، أو تدل على تربية الأبناء تربية صالحة. أما فرط الرمان في حلم المتزوجة قد يدل على تزويج البنات أو توزيع مال على الأبناء. من لم يكن له أبناء قد يدل الرمان في الحلم على الحمل، والله تعالى أعلى وأعلم. رؤية قطف الرمان في الحلم للمتزوجة بتدل على اختيار عروس لابنها أو لأخيها أو غيرهم. قيل قطف الرمان من شجرة في الحلم بيدل على انتقاء المرأة لصديقتها. أما تأشير الرمان في المنام للمتزوجة بيرمز لاختيار الصديقات، وقد يدل تقشير الرمان في المنام على التفاني في خدمة الأسرة. الرمان الأحمر في منام المتزوجة عمل صالح مستمر. حبوب الرمان البيضاء في الحلم تدل على التعب دون مقابل، فيما بيدل أكل الرمان الحامض على معاشرة صعبة. والرمان الحلو في المنام للمتزوجة رزق يأتي لزوجها تتنعم به. دبس الرمان أكله وصنعته في المنام للمتزوجة بيدل على الفائدة من العمل. وإن رأت المرأة المتزوجة إنها تشرب عصير الرمان في المنام فهو شفاء وخير لها بإذن الله. أكل الرمان في منام المرأة المطلقة بيرمز إلى نهاية حزنها وتعبها. ربما دل أكل الرمان في الحلم على إخراج مال كانت تخبئه وإنفاقه بالخير. طيب، رؤية الحصول على الرمان في المنام بتدل على تحصيل حقوق المطلقة، وبيكون مال مبارك يبقي إلى حين الحاجة. أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها تزرع شجرة رمان في المنام فهي تعمل عمل نافع يبقي معها. ربما دلت شجرة الرمان في بيت المرأة المطلقة على من يعينها من أهلها. أما قطف الرمان من الشجرة في الحلم إما أن يدل على أخذ أولادها منها. الرمان في منام المرأة الحامل بيرمز للحمل ببنت، وإن كانت حاملا بولد بيدل الرمان في منامها على مولود مبارك مرزوق. أما أكل الرمان في الحلم للحامل بيرمز إلى الصحة ببدنها وصحة جنينها. أما تأشير الرمان في الحلم للحامل فمنهم من قال خير ومنفعة ومنهم من قال ضرر للحمل. فرط الرمان في الرؤية للمرأة الحامل بيرمز إلى اقتراب الولادة إن كانت في شهورها الأخيرة، أو يدل فرط الرمان في المنام على وجوب التصدق ودفع الزكاة. طيب، من رأت زوجها يحمل الرمان في المنام وكانت حامل بيدل على الرزق الكثير والبركة التي تأتي مع المولود بإذن الله. ده كان تفسيرنا النهاردة، أتمنى يكون التفسير عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.